أهلا بيكم في التحليل التكتيكي ده. الرهانات المرة دي عالية جدا. المهمة مش سهلة أبدا. إحنا هنا بنحاول نفك الشفرة ونتوقع قائمة ال26 لاعب لأسود الأطلس، المنتخب المغربي الأول في تصفيات كأس العالم 2026. الموضوع مش مجرد رص أسمائهم وخلاص، لا خالص، ده تفكيك لخيارات تكتيكية معقدة جدا. كل اسم ليه وزن ودور محدد. خلونا نبدأ ونستكشف القائمة المنتظرة دي مع بعض. خريطة التحليل بتاعنا النهاردة هتمشي كالتالي: لغز القائمة النهائية، بعدين حراسة المرمى واستقرارها، قلق الإصابات في الدفاع، خيارات خط الوسط، تنوع أساليب الهجوم، وأخيراً ملامح القائمة النهائية. طيب خلينا ندخل في أول نقطة، لغز القائمة النهائية واختيار 26 لاعب بالتمام. بصوا، حجم الضغط اللي على الطاقم الفني ده مش طبيعي فعلا. المدرب مش بيصحى من النوم يختار أفضل 26 لاعب بشكل عشوائي إطلاقا. هو بيدور على التوليفة والتوازن التكتيكي الصح. المباريات الودية اللي فاتت وظهور مواهب جديدة قلبوا الموازين وغيروا شكل الاختيارات تماما. المعطيات كلها اتغيرت، وده بيخلي تشكيل القائمة محتاج حسم، لأن كل استبعاد أو انضمام هو حرفيا رهان تكتيكي مدروس جدا. ندخل بقى على النقطة التانية، حراسة المرمى، الأساس المتين، الاستقرار والخبرة. دي بقى نقدر نقول عليها أكتر منطقة أمان في الملعب كله. البطولات الدولية الكبيرة محتاجة ثقة مطلقة وهدوء أعصاب، والأسماء هنا شبه محسومة. يعني ياسين بونو في المقدمة طبعا، ده أكيد، ورغم إن كان في شوية انتقادات لمنير المحمدي، بس خبرته الكبيرة في البطولات وثقته العالية بتخليه اختيار أساسي ومضمون جدا. بالنسبة بقى للحراس الشباب زي جوميز ويانس، فسفرهم غالبا بيكون بس عشان يكتسبوا خبرة ويعيشوا أجواء البطولة من غير ما يكونوا في القائمة الرسمية. وطبعا المهدي بن عبيد موجود كخيار مهم. نروح للمركز الثالث، خط الدفاع وقلق الإصابات وإدارة الغيابات مع الخطوط المتقدمة. من الاستقرار التام في حراسة المرمى لصداع حقيقي بقى بيهدد العمود الفقري للدفاع. السؤال الأهم هنا، مين يعوض غياب شادي رياض؟ إصابته اللي جت في أواخر مباريات الدوري الإنجليزي بتخلي ضمه للقائمة مخاطرة، ومخاطرة ضخمة جدا. الاعتماد عليه ممكن يعمل ثغرة لو ما تعفاش بنسبة 100%. بالنسبة للأظهرة فهي تعتبر في أمان. أشرف حكيمي ثابت طبعا، والوحيد بيقدم أداء مذهل في بلجيكا، مستواه جد بيجبر الطاقم الفني إنه يضمه. على الشمال بقى المزراوي وصلاح بيوفروا حلول ممتازة جدا، لكن التحدي الحقيقي والمنافسة الشرسة كلها متركزة في مراكز قلب الدفاع اللي فاضلة. وهنا بقى بتظهر مقارنة حاسمة جدا. نايف أكرد سرعته الفائقة لا غنى عنها، خصوصا لو الفريق هيلعب بدفاع متقدم وتواجه مهاجمين صراع جدا، بس لياقته البدنية حاليا موضع شك. في المقابل لو أكرد مش جاهز، سفيان بوفتيني بيظهر كبديل قوي جدا. أسلوب البدن الصلبة وهيمنته المطلقة في الكرات الهوائية والتدخلات القوية بتفكرنا بأسلوب المهدي بن عطية زمان. رقم 4 في استعراضنا، خيارات خط الوسط والبحث عن المحرك المثالي للفريق. في قلب الملعب تفضيلات المدرب التكتيكية بتظهر بوضوح جدا، وهنا منظومة أهم بكتير من المهارة الفردية المجردة. الأسماء دي هي العمود الفقري لخط الوسط. المثير للاهتمام هنا بجد هو أوناحي، يعني رغم هبوط فريقه في إسبانيا إلا أن الاهتمام من أندية عملاقة زي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بيأكد لنا أن جودته دي مش محل نقاش، ومكانه محفوظ في التشكيلة الأساسية. الجدل الكبير بقى والتنافس التكتيكي الحقيقي متركز كله حوالين مركز الارتكاز. من ناحية عندنا ربيع حريمات اللي أثبت هدوء استثنائي وقدرة مذهلة على اللعب تحت الضغط، وبيتحكم في إيقاع اللعب ببراعة زي ما شفنا ضد الإكوادور. ومن الناحية التانية سفيان أمرابط، الارتكاز الدفاعي القوي وصاحب الأداء الأسطوري في مونديال 2022. بس الفكرة إن أسلوبه القتالي ممكن يكون مش ماشي قوي مع أسلوب اللعب الهجومي والاستحواذ اللي الفريق بيطبقه مؤخرا. النقطة الخامسة، الهجوم وتنوع أساليب اللعب وبناء خط هجومي متنوع. القاعدة الذهبية في الهجوم هنا هي ممنوع استنساخ اللاعبين. لازم يكون في تنوع في الملفات الهجومية، وده شرط أساسي عشان تفك أي شفرة دفاعية للخصم. أيوب الكعبي مثلا هو مهاجم الصندوق الكلاسيكي، حاسم جدا قدام المرمى وممتاز للتعامل مع التكتلات العميقة. بينما سفيان رحيمي لاعب ديناميكي ورشيق جدا، وتأثيره استثنائي كبديل في الشوط الثاني عشان يستغل المساحات. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي بقوة، إزاي هيكون أداء المهاجمين البدلاء اللي بينافسوا على مكان في القائمة؟ المقاييس والأرقام المتقدمة هي اللي هتفصل في الموضوع ده. شايفين الرقم المذهل ده؟ 43. ده بيمثل عدد الصراعات الهوائية اللي كسبها المهاجم الشاب بن طايف في 31 مباراة بس. رقم كبير بيعكس شراسة وحضور بدني استثنائي في الملعب. بلغة الأرقام، الجدول ده بيوضح ببراعة تفوق بن طيب في الأدوار الدفاعية المطلوبة من المهاجم مقارنة بالباقين.
لو بصينا على الأرقام في التسديدات المحجوبة والتدخلات والصراعات الهوائية الناجحة، هنلاقي العمل الدفاعي اللي المدرب بيطلبه لخدمة المنظومة، وده بالظبط اللي بيميز بن طيب عن باقي منافسيه. وطبعا ما نقدرش ننسى نسلط الضوء على سفيان بوفال، الورقة الرابحة والبديل الذهبي. رغم كل الشكوك حوالين جاهزيته البدنية وقدرته إنه يلعب 90 دقيقة كاملة، بوفال عنده ميزة نادرة جدا، قدرته إنه يقلب موازين أي مباراة كبيرة في الشوط الثاني بلمسة أو مراوغة واحدة. ده بيخليه ورقة مغرية جدا وصعب قوي التخلي عنها في قائمة المونديال. وصلنا للنقطة السادسة والأخيرة، ملامح القائمة النهائية والقرار الحاسم لأسود الأطلس. بعد ما حللنا كل مركز وكل صراع تكتيكي، النقطة الحاسمة هنا هي الفلسفة اللي بتتبني عليها القائمة دي. في ثقة عميقة في نجوم المونديال زي بونو وحكيمي، وفي تركيز كبير جدا على تنوع الأدوار الهجومية. اختيار خط الوسط بيعتمد أساسا على القدرة على التعامل مع الضغط، والدفاع للأسف بيعتمد كليا على التعافي من الإصابات في اللحظات الأخيرة. التوازن التكتيكي هنا كان أهم بكتير من مجرد رص أسماء رنانة. في النهاية، هل قائمة ال 26 لاعب دي بتمتلك الكيمياء التكتيكية المثالية عشان تغزو كأس العالم 2026؟ الأيام والمستطيل الأخضر هم اللي هيجاوبوا على السؤال ده. ختاما للتحليل ده، بنتمنى إن الرحلة جوه عقل المدرب والتفاصيل التكتيكية دي تكون ممتعة وفتحت مجالات للتفكير. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في تحليلات قادمة.